حنا خرجنا غادي نمشيو للباطو كيف ان شاء الله. خدينا قهوه ديالنا دوموندينا كراب سي هاي شدينا قهوه ديالنا ها هي دوموندينا كراب. غادي نتحركوا ان شاء الله باطو كيف، شوفوا شنو فيها ان شاء الله، ندوزو النيار ديالنا تما بيس اخوت. هو كراب وصل، انا غنوريه لكم. هو هذا هو عشيرنا في الرحله وصل بيس اخوت. خوت احنا ركبنا سول السيد قال لي كاين 14 كيلومتر من كوالالامبور حتى الباطو كيفز، وتقريبا المسافه اللي كيدير في الطريق قال لك شي 20 دقيقه تقريبا، والبري باش ركبت هو 17 رينكيت. انا نقول لكم الثمن ديالها بالدرهم شحال هنا. حنا وصلنا، هي هذه الدخله هاهي كتبان لكم، كيبان لي عندهم عامر تماثيل وعامر بوذا وعامر هاد العالم ديالهم. المهم حنا غادي ندخلوا ان شاء الله ونكتشفوا شنو عندهم هنايا. خوش معاك تدخل، معاك تضربك ديك الريحه ديال الهنود ديال الماكله ديالهم وديال الطياب ديالهم صح الصراحه. ولكن اللي زوين بعدا عندهم الشجر مخلي الجو شويه ملطف زوين بارد. كما كون ما كانش الشجر هو الجبل الصراحه مدرق هنايا الحراره. خوت بالنسبه لهذا المعبد هذا كيتعتبر اكبر معبد ديال الديانه الهندوسيه خارج الهند، والعجيب في الامر هو انه محتاض له دوله مسلمه كماليزيا، وكيتواجد حتى اكبر صنم عندهم ديال الالهه الهندوسيه كاين هنايا في ماليزيا نيت. شوف خوت هاد القرد ما نفاكش مع هاد المراه هادي، باغي يشفرها صحه. الله يتا كيشفروا صحه بالرب. شو تابعاش باغي يشفرها صحه. ردوا بالك خوتي من هاد القرود هادو راه خطر شفاره. هذا اللي كيبان لينا هنايا في الاعتقادات ديال الديانه الهندوسيه هو اله القرده، هو على شكل قرد كبير كيعتبروه هو الالهه ديال القرده، هو القائد ديال كتيبه القرده. لحقاش هما هنايا بالنسبه لهم في الديانه الهندوسيه عندهم كل اله متخصص في واحد المجال، وهذا اله كتيبه القرده هو هذا. لكن شي معبد ما عرفتش واش كراتوي ولا بالفلوس. المهم انا غنشوف الا كان كراتوي راه غندخل ليه، كان بالفلوس راه حنا ما غنعاونوهمش على دروينه ديالو. خوش داكشي اللي كاينه بالفلوس 15 رينغيت ما غندخلوش ليه. شوفوا اللي كراتوي عطا الله ما يتشاف كراتوي. خوت هاد الصنم اللي مورانا هنايا في الديانه الهندوسيه كيعتبروه هو اله الاعظم ديالهم، هو اكبر الالهه ديالهم، كيعظموه بزاف كيقدروه بزاف. داكشي علاش داروا ليه هنايا اكبر صنم في العالم، داروه هنايا في هذا المعبد هذا. كيتراوح الطول ديالو 42 متر وراه مشلينو بالذهب. خوت احنا غادي نطلعوا للكهف الفوق، تابعنا 272 درجه كاينه تماره. المهم اخوتي بالنسبه للناس اللي مولفينش المشي راه قاصحه شويه، ديروا بحسابها راه قاصحه شويه. المهم الخوت احنا غادي نطلعوا نوريكم شنو كاين في الطريق. هاد الشكل ديال الدروج راه زوين غنصوروه لكم، وغادي نوريكم من الفوق شنو كاين. احنا غادي نطلعوا
هي هذه الطلعه يا بسم الله. اوه نحسبوا ولا نخليوه تنوصل ياك. ولكن راه هاد القرود هادو خطر، ردوا منهم البال. واه صراحه اش كيدير صحيح ماشي مشكل. شوف معاهم ضربه تنوصلوا. ما عملنيش كراشي مرمقه معاه. شفت السي ديال الدروج ديكور زوين الصراحه، لوينات ديكور زوين. هاك شد ديال القرض شد. كرا شفار هذا خوتي، هاد شفاره منهم ما كاينين. هادو غنضحك معاك تقع علينا واش العين. شوف كيدير فيها الله كيرضع. خوت عندك كطلع تعطيك واحد الريحه يا ربي السلامه وصح. ما كطلع تولي باغي تجر الاكسجين، جر مع هاد الريحه هادي قاصح. عرفتي الخوت قوت اللي كيقدسوا هادشي ديالهم عيالات كبار رجال كبار كلشي طالع. شوف خليت لكم مرة كبيرة هادي طالعة. شوف وما حنا وصلنا عيد صراحة. هاد خونا فيه شنو عرفتش كيعبد الدجاجة ولا ما شنو هو هادشي. هنا عندهم بلايص فين تاخد لي سوفونير. اوه صراحة عندهم هاد الزخرفات هادو زوينين، شكل زوين. اوه لا خوتي تعرضت حق الله العظيم دروج قاصحي. كاين انا اللي مبغيتش تفهم ليا واش كلشي جاي سياحة انه غير يشوف ولا كيجيو كيأديو الطقوس ديالو. والله ما عرفتش. اما هاد البلاصه هادي ندخل ليها المعبد ديالهم هذا كيقول لك حيد السبرديله. احنا غنحيدوها الله نرجعوا للقهوه. حيدو تتكاشر اوب سلام الله نرجعوا للقهوه. من القهوه مش قمطونا فيها حتى هذا كيشوف الدولة السبرديله حتى هي عندي ما غيعبد هادشي اليوم. هنا عاد الباب غنسدوه ندير لهم جمعة طول. ناري السبرديله ناري لا كاينه سبحان الله هاب وحده. شو راه واخا كيعاودوا الاصنام ولكن راه خلاو لي سبرديلتي الحمد لله. خوش الحمد لله خلاو لنا سبرديلتنا بعدا
غتصابو صابو ما بيهمش، واخا كيعاودوا الاصنام والبوذا والتخربيق ديالهم، ولكن ملي دخلنا وخرجنا لقينا السبرديله راه بعدا راه فيهم الضو. خصهم واحد شويه ويسلموا. هما الخوت انا غنزيد نشوف شنو كاين هنا. هادشي كيخطر عليا. نزيد نطلع نشوف شنو كاين تما ونقول لكم شنو. واحد الدريجات اخرى عاوتاني صبروا ما عندنا ما ندير. خوت احنا وصلنا للراس الاخر، لاكاف الاخر. كاين واحد المعبد هنا ها هو. انا غادي نوريكم واحد الهنود كيديروا دوك الطقوس ديالهم وداك التخربيق، نوريهم لكم. وانا بالنسبه ليا اللي عجبني في هادشي كامل هو هاد الجبل هاد الكاف. شوف كيفاش داير، شوف اللهم بارك. هادشي خارجه من واحد البروده ناضيه الصراحه، حلوه حلوه حلوه. وكيقولوا الاساس ديال التسميه من كهوف باتو هو ان النهر باتو كيكب في هذه البلاصه هذه. وكاينه روايه اخرى كيقول لك لحقاش كاينه قريه هنا قريبه سميتها قريه باتو، ولكن ما عرفناش الصراحه شكون اللي صحيح. اللي عارف شي معلومه صحيحه يخليها لينا في كومونتير. هادشي اللي كاين اخوتي. اخر نصيحه عندي لكم هي حاولوا تجيو هنايا اما الصباح بكري 8 9 10 ما تفوتوهاش، ولا حتى العشيه باش تلقاو بلايصه خاويه فين تصوروا فين تدوروا على راحتكم. اما وسط النهار راه كتكون عامره بزاف ديال بصح. شو دابا بحال دابا هاد الوقيته هادي خاويه تقدر تصور على راحتك، يجوك تصاورات زوينين. ثانك يو. هادشي اللي كاين الخوت. هنا سالا الفيديو ديالنا، نشوفكم مره اخرى ان شاء الله.